مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة ومميزة اليوم من كشتات البر بالعراق. كشتتنا اليوم ببحيرة حديثة، بحيرة سد حديثة. هاي هي البحيرة خلفي مباشرة. اليوم طلعنا أنا وأبو عبد الله عدنان اللامي وثائر سالم أبو علي من البصرة، ووصلنا قبل قليل إلى بحيرة الحبانية بضيافة الأخ بسام الهجرس والأخوة أبو يوسف وعلي أبو حسين. ها بسام، شنو هاي؟ هذا الآن الزورق. والله زورق هذا؟ ايه أو صدق؟ هذا يسموه السكيت. ذاك الطلي اللي راح ذبحه اليوم، شغلة غير متوقعة. رجع لا انتجت على الشاصي، ارتجت على الشاصي الا سحب. هذا عاش ايدك. شلونك؟ شو اخبارك؟ عاش ايدك. وهذا عجبك؟ هذا الغواص من وين ابو عبد الله؟ غرقنا؟ عشت ايدك والله. عجبك؟ واحد شلون طالع صحتي. لا حسن بطحه. ايه بطحه اخوي. اوكي تاكل؟ راح ناكلك. علاوي فهد بس ثواني بس اللي بيه. يلا قول يا الله. هاي القبله هيك؟ ايه في الاجواء هنا جو بارد. هاي هي بحيرة حديثة. هاي من هناك هيجي تستمر للسد من هناك. شوف ايش كبرها. يبا وقت الغروب بالبحيرة، والجماعة حسن وعلي جاي يقطعون بالذبيحة يجهزون عشانه، والجماعة هنا يناقشون موضوع عشان يطلعون السيارة. جاوب موبايلك. ها حسن ها. هاي روحي. اي موجود. بس هم سكينه فهد سكينه مال فوق يمك الزرقاء. اكو سكاكين اجيب لك حسن. لا عشت علاوي قسمها كلها باوع دحج. والله يا اخي قال عندك قال ناخذ مال بيت ابو هيثم احسن. والله انا قاعد هاي للكبسة، هاي للكبسة. شوفوها اخوان، شاينا وقهوتنا. ما يصيح بس قول له، ما يصيح بس قول له بابا يقول خابرنا وبابا يقول. هاي المشاوي. يا والي يا ابني. حسن عرفت ايدك حسن. بالعافيه. سويت غلط انه انت تحترمها زايد وهي انت جايبها مأجرها بفلوسك.
هاي شلون ما تقول يعني احنا نسميها هنا غميجه هنا فحم قليل بس على الدخان. يعني لو منصيها شوي هنا يشتعل بيها النار تحترق يعني. صح. شلون الشلوحه وشي نسميها هنا تشتعل بيها النار. هسه هنا بس على الدخان. مدخنه. الله عليه شلون غميجه فحم قليل بس على الدخان تستوي. اي على راحتها. ما هسه ما زايدها يعني مثل ما تقول الفحم وشي. خليها على الجو بس مجرد هماش شلون هذيك الدكه دخان. تطبخ على راحته. اي على راحته بعد وقت. هو همسيت اصلا ما ملحته. حس ملح ما خليت لها ملح شنو هو يعني اي بعدها على راحته من تلحق هاي بس على الفحم على الجو مثل ما يقول تستوي على راحته. والله عاد والله بيجي هذا اليوم. شباك صباحكم الله بالخير أعزائي المشاهدين. اليوم 1/7/2023 بحيرة حديثة. الأجواء قعدنا قبل شوي بس نسوي ريوقنا. عبد الله عدنان اللامي 10 ثواني. بحيرة حديثة أو كما سميت سابقا ببحيرة القادسية، وهي بحيرة صناعية نتجت بسبب حصر مياه نهر الفرات بواسطة سد حديثة، وتقع عند مدينة حديثة غرب العراق في محافظة الأنبار، وتبلغ مساحتها 500 كيلومتر مربع، وبطاقة تخزينية تصل إلى 8.2 مليار متر مكعب. بني على هذه البحيرة سد حديثة أو ما سمي سابقا بسد القادسية، وهو أحد سدود العراق، يقع على نهر الفرات، مقدم مدينة حديثة ب7 كيلومتر تقريبا، وبسعة تخزينية أولية مثل ما ذكرنا تقريبا 8 مليار متر مكعب. والغرض منه هو لتنظيم وإرواء المساحات المزروعة في حوض الفرات الأوسط والأسفل، إضافة إلى الوقاية من الفيضانات وتوليد الطاقة الكهربائية، وهو ثاني أكبر السدود في العراق والشرق الأوسط من حيث مساهمته في توليد الطاقة الكهربائية بعد سد الموصل سد صدام سابقا، ذو طاقة إنتاج قصوى تبلغ 1050 ميجا واط، ويحتوي على 6 محطات توليد كهرومائية بطاقة قصوى 660 ميجا واط. يحصر السد خلفه المياه في بحيرة القادسية التي اتخذت القوات الأمريكية السد كقاعدة عسكرية في عام
2003 تقريبا شهر الرابع. تم بناء السد بالتعاون مع جمهورية يوغوسلافيا، حيث بدأت أعمال البناء عام 1978 لتنتهي في العام 1986. هذا ويذكر أنه بعد غزو العراق قامت سلطة الائتلاف المؤقتة بمشروع صيانة وإعادة تأهيل السد، فأسندت المشروع إلى شركة CH2M Hill وبإشراف مباشر من مكتب إدارة المشاريع وإعادة الأعمار في سلطة الائتلاف المؤقتة، بكلفة تقريبا 12 مليون دولار، ليعمل السد في تمام الساعة 5:30 من مساء 31/5/2004 بطاقته القصوى 660 ميجا واط، ولأول مرة منذ عام 1990.